بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لك اوعي تقولي لحد نفسي اكل قرنبيط ومش عارفه اعمله. الطريقه دي هتبقى سهله جدا لكل واحده بتحب القرنبيط وبتحب تاكله من ايد حد تاني. لا، انت هتاكليه من ايدك وهتاكليه لاولادك وهتحببيهم فيه كمان. اول حاجه جبت قرنبيطه كده وقطعتها زي ما انتم شايفين وغليت ميه بملح وكمون، وحطيت القرنبيطه تتسلق فيها. انا مش عايزاه سليق كامل، انا عايزاه يكون في عضة بسيطة كده، ما يبقاش مستوي قوي ومهري قوي عشان ما يبقاش عجين. خلصته بقى وبدأت أهرس فيه. شايفين أنا بهرس فيه إزاي؟ مش بسهولة. حطيت شوية من البقدونس، معايا معلقتين من النشا، 3 معالق من البقسماط. كل المكونات ديت يا جماعة هتساعد في إن تديني طعم مختلف، بس بنكهة القرنبيط الجميلة برضو وفوائده الحلوة قوي. معايا بيضتين كمان حطيتهم علشان المواد الجافة اللي احنا حطيناها ديت ما تنشفش العجينة بتاعتي قوي. هحط بقى نص معلقة كده او معلقة ممسوحة من البيكنج باودر، ومعلقة ملح صغيرة، معلقة كمون، معلقة بابريكا. اعملوا لايك يا جماعة، احنا بنجتهد والله علشان نعمل لكم ونحاول نوصل لكم الفكرة بأبسط طريقة. اعملوا لنا لايك، ده أبسط حاجة ممكن تساعدونا بيها. عندي بقى توم خلطة في التلاجة بالفلفل، وكمان ما كفانيش الفلفل اللي في التوم الخلطة، فزودت معلقة فلفل مفرومة. عملت عجينة حلوة كده متماسكة بإيديكي زي ما انت شايفة، عندي كريسبي نعمته. وبدأت بقى أعمل وحدات كده على شكل دواير جميلة جدا، ما يبقى لهاش القلب التخين. لما تيجي تسويها تلاقيها مش عجينة قوي من جوه. ولادنا ما بيحبوش الموضوع ده وما بيحبوش وردات القرنبيط زي ما كانوا أهالينا بيعملوها. هنحط بقى في الكريسبي، انتوا عارفين هم بيحبوا المقليات. الطريقة دي يا جماعة ما خدتش زيت كتير. دايما كنا بنخاف من القرنبيط ان احنا بنحتاج زيت كتير قوي في قليته. سخنت زيت بقى زي ما انتوا شايفين كده. وخلي بالك الفيديو ده كله تركات وحاجات جميلة. نص معلقة من النشا بتحطيها مع الزيت ومع اي حاجة بتقليها، بتخلي لك الزيت ابيض لحد اخر حاجة. عملنا الاكله بقى وجنبها شويه بطاطس مهروسين كده وشويه مخلل من اللي احنا مخللينه في القناه معاكم. وعايزه اقول لكم كانت اكله مشبعه جدا. اعملوا كل حاجه في البيت. الحاله الاقتصاديه بقت تعبانه جدا يا جماعه. تحايلوا على اولادكم وحاولوا تخرجوا من نظام الفراخ كتير واللحمه كتير والحاجات دي كلها. بنحاول نكفي نفسنا وان شاء الله تعدي على خير. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين الطعم عامل ازاي؟ لايك يا جماعة، لايك والله، لايك عشان خاطري. اللايك ده بيرفع الفيديو وبيساعدنا كتير. عملنا القرنبيط بالشكل ده قبل كده، بنزود تركات معينة كده. شكرا ليكم والسلام عليكم.